السلام عليكم، يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هعمل اكله من اكلنا الجميل اللي امهاتنا كانت بتعملها زمان كده، وبقى لها طعم جميل جدا. هعملها بنفس الطريقه اللي كانوا بيعملوها. هعمل اللوبيا اللي هي ام عين سمره. الاول يا جماعه بجيبها وانقيها كويس قوي، وبعدين نقعتها في ميه حوالي ساعتين، وبعدين مسكتها بعد ما نقعتها في ميه نقيتها تاني، لان ساعات في حاجات ما بتبقيش شايفاها كده، مثلا مخرومه او فيها حاجه بتبقيش شايفاها كده، بتنقيها كمان مره بعد ما تتغسل. اهم حاجه يا جماعه لازم تنقيها كمان مره بعد ما تتغسل. وبعدين جبت ميه وحطيتها على النار تغلي، وحطيت فيها حطيت فيها اللوبيا. وبعدين حطيت يا جماعه نطره ملح صغيره، ما تخافيش الملح مش بيأخر السوا بتاعها ولا حاجه. جبت بصله حلوه كده وحمرتها يا دوبك كده، عملت لون، مش لون يعني، يا دوبك غليت كده في الزيت. وبعدين كان عندي حتة اللحمة دي يا جماعة أنا مجمعاها من بواقي أكل، يعني كل ما يتبقى عندي حتة لحمة أو حتتين أشيلهم في كيس، حتى مستويين هما مستويين أحطهم في كيس لحد ما جمعت الطبخة دي. اهي هقلبها كويس مع البصل عشان تاخد وتدي كده مع البصله ويبقى طعمها حلو. وهحط لها حته تومه صغيره. اللحمه دي يا جماعه كل ما يتبقى مني حته احطها في كيس. جمعت الاكل، عايزه تعمله نصها، عايزه تعمل زي ما انت عايزه، بس احنا يعني عدد، فقلت ايه اعمل بيهم الطبخه ديت. لو عملتها زي المسلوقه بس مش هتكفي، فانا قلت اعملها في طبيخ وناكل معاها رز وكده. حطيت حتة التومة ديت، وحطيت قرن فلفل مش حامي ده يا جماعة، قرن فلفل عادي كده قطعته حتت صغيرة وحطيته. شم الريحة بقى والجمال، بسم الله ما شاء الله، ريحتها في منتهى الجمال والله. انا عندي بنتي ما كانتش بتاكلها والله، قالت لي يا ماما ريحتها جميلة جدا، واكلت منها يعني الحمد لله. اهي يا جماعة قلبتها كويس، وهحط عليها الطماطم. هي يفضل يعني ان هي تكون طماطم طازه، يعني تضربيها وتصفيها وتحطيها، تضربيها في الخلاط وتصفيها وتحطيها. لكن انا كان الوقت عندي والنور كان قاطع، يعني انا بصور والنور قاطع على الكشاف بتاع الموبايل، فجيت جايبه كيس طماطم اللي انا مفرزاه وحطيته عليها. اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله جميله. ما هي الحاجات دي يا جماعه اللي احنا بنفرزها بتنفع في وقت الزنقه. هعملها كده، بدل ما اقعد اصفي الطماطم اقطعها صغيره واصفيها بايدي وكده، لا، حطيت عليها حطيت الطماطم على اللحمه والبصل وكده والثوم، واقلبها تقليبه كده كويسه. اللي هي اللوبيا يا جماعه استوت كده، وانا كمان بشطفها كمان مره بعد ما تستوي، باخدها اشطفها كمان مره. هحطها والدمعه لسه شويه صغيره كده، واقلبها تقليبه كويسه مع الصلصه بتاعتها كده. اهي بصوا يا جماعه، دي كده قبل ما اشطفها. خدتها بقى شطفتها، هي استوت كده، خدتها شطفتها وجبتها اهي. بصي استوت كده كده حلوه. لو فيها قشره طالعه او اي حاجه يعني تبشليها وكده. اهي هصفيها من الميه بقى واحطها تتقلب تقلبتين مع الصلصه بتاعتها، وبعدين ازود لها ميه او شوربه حسب رغبتك انت ما تحبي. لو عندك شوربه زياده حطيها، لو ما عندكيش كده حط لها حبه ميه وخلاص. بس اهم حاجه تسيبيها هنا في الصلصه بتاعتها ديت، يعني تغلي غلوتين كده بس. وطي عليها النار علشان ان ما تتشتش يعني من تحت. اهي قلبيها كده فيها وسيبيها شويه. انا ما بحبش الصلصه بتاعتها بتبقى ياما يا جماعه، بس هي يعني حلوه، هي صلصه مركزه. قلبيها تقليبه كده وغطي عليها ووطي عليها النار وسيبيها شويه. بعد ما سبتها شويه حطيت عليها انا حبه ميه، وهقلبها واسيبها بقى ايه، يعني حوالي دقيقتين. هي مستويه واللحمه مستويه قبل كده في السلق، وخلاص هسيبها حوالي دقيقتين كده وخلاص. حط عليها كمون، حبه كمون شويه يعني، وفلفل اسمر وحبه كزبره، والملح هظبط الملح بس كده. هي كده بقت تمام، وهتغلي غلوه بالحاجات ديت وخلاص كده انزلها. جميله جدا، طعمها في منتهى الجمال والله العظيم يا جماعه، طعمها حلو قوي. دي من الاكلات اللي يعني احنا اتربينا عليها، كانت الفاصوليا واللوبيا والحاجات دي. مره تانية ان شاء الله هعمل معاكم الفاصوليا اللي هي البيضه الكبيره دي. هقلبها كده وهي بسم الله ما شاء الله جميله جدا. خلاص خلصت كده. توابلها يا جماعه حاجات بسيطه من اللي عندنا في البيت، فلفل اسمر
وملح وكمون وحبة كزبرة ناشفة. لو انت عايزة تحطي بقى قرن فلفل اخضر كده للزينة بس يعني حطي اهي. جميلة هي في منتهى الجمال. انا بحبها تشرب المية الصلصة بتاعتها، وبعدين ازودها كمان نقطة مية او نقطة شوربة اللي انت عايزاه، بس الشوربة بخليتها ابيضت يعني، بس مش مشكلة، اهم حاجة الطعم. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. بص اهي يا جماعة، ده الغدا بقى بتاعنا النهارده، كان في منتهى الجمال. عملت معاه حبه رز بلسان العصفور وحبه شوربه بردك وطبق المخلل والعيش. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وصفه بسيطه وجميله. بألف هنا، اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.